السلام عليكم ورحمة الله بنات ولاد الحال. مرحبا بكم فيديو جديد على قناة مريم بنت شريفة. طالت الغيبة ولكن ما كنساليش. كل من الناس صراحة اللي كيفكروني كل مرة كيقولوا لي حطي فيديوهات وكيطلبوهم، ما غاداش نحط اليوم هذا الموضوع هذا. طلبوه مني بزاف ديال الناس، داكشي انا غادا نحطو نهضر معاكم شي شويه. كنعتذر على التاخير. كنتمنى تكونوا بالف خير ان شاء الله. كيف غادي معاد الحسابات قاصحه صراحه شي شويه الوقت، لكن حتى يفوت العاشور باذن الله عاد غترخف شي شويه الامور. والله يلحقنا ليه ان شاء الله باذن الله سالمين غانمين. بغيت نتكلم اليوم على طاقه الفلك. اول حاجه خصنا نعرفوا بعدا شنو هادشي، شنو كيعني. هادشي مهم لاي واحد، خاصو يعرفه. خاصو يعرف الخريطه الفلكيه ديالو، المفاتيح الكون، الاسرار ديال الطاقه الفلكيه ديالك، يعني فك الشفره ديال الطاقات الكونيه ديالك، وعلم الطاقات الكونيه، التوازن بين الروح والكواكب. يعني كتسافر في هذا العالم هذا، كتعيش حوايج ايجابيه وزوينه بطبيعه الحال. سمحوا لي انا هي كنهضر، كنحاول ما امكن كنبسط الامور باش كلشي يفهمني. ما دايره لا ورقه لا ستيلو، انا هي كنهضر سبونطاني وصافي. اكيد كندخلوا في طاقه الفلك في خدمه الشفاء الذاتي، يعني طريقتك الى الطاقه الايجابيه، العلاج بالطاقه بالابراج والكواكب. وكاينين بزاف ديال الناس ما كيفهموش هذا الشيء وما باغينش يفهموه، وما بالنسبه لهم خرافات خربيقه. احنا ما كنشوفوش الابراج كيف ما كتشوفوهم نتوما. كتشوفوا برج مثلا السرطان ولا برج الحوت ولا اي برج، كيعطيوك يعني حكا شنو غيكون عنده، شنو غيطرى ليه، شنو عنده هاد السيمانه، شنو عنده هاد الاسبوع. داكشي انا داكشي كندخلوا في الشركيات انا ضدو، ما معاه ما ضدوش، غالو ما داك. المهم انا ما نديرش واحد الحاجه ودبر راسهم. اللي كيدير هادشي الله يسهل عليه. حنا كنهضروا على العلم دابا، ما كنهضروش على شنو غادي يوقع ولا البرج ديالك ولا. خاصك تعرف من حقك تعرف البرج ديالك شنو هو الباطني، ماشي البرج العادي. هادشي يمكنلكش تعرفه بوحديتك. يعني الخريطه الفلكيه ديالك هي اللي كتكشف السر ديال القوه ديالك، ديال الضعف ديالك، ديال رسالتك الكونيه. مهم كنشوف تاثيرات الكواكب عليك. لازم اي واحد يعرف شنو اللي ليه وشنو اللي عليه. انا الموضوع طويل، انا غنناقشوا معكم بالخشيبات باش نتوما تفهموا بزاف ديال الامور. اللي ما عندوش درايه او معلومات ولا، انا نحاول نبسط لكم الامور. يكملوا الفيديوهات حتى الاخر، حاولوا ديروا بارطاج، كومونتير، اسئله بطبيعه الحال نقدر نجاوبكم عليها في الفيديو الجاي. جاتني فرصه نهضر لكم على شويه هذا الموضوع هذا، احسن من ما نبقاو نهضروا على الروحانيات بوحديتها. نهضروا على الروحانيات، هادشي راه اكيد داخلين فيه الروحانيات. هادشي ماشي يعني كيجي عبثا، مي داخل معاه بزاف ديال الامور اخرى. الا ما عرفتيش طاقتك، ما عرفتيش يعني الهويه ديال البرج ديالك وديال الفلك ديالك، راه ما عرفتي حتى شي حاجه في هذه الحياه. الخريطه الفلكيه ديالك هي فين ساكن، شنو كتاكل، شنو كتشرب، البروغرام ديالك، شنو كتبغي، شنو ما كتبغيش، فين تزاديتي، كتفيق الصباح شنو كدير. هادشي اللي خصك دير، مي هادشي روحاني وباطني. المهم انا نزيد نشرح لكم اكثر، لان كيتواصلوا معايا بزاف الناس على هذا المجال. اكيد انا عندي درايه بهذا العلم وحساب الارقام، لكن ما كنخدموش مع اي شخص، لان من الشروط ديالي الشخص حتى يتعالج من العوارض والمشاكل الروحانيه عاد ممكن ندخل في هذا الشيء، ندخل في الاسرار الفلكيه. انا ما يقدرش يبان ليه التغيير. كندوزو خطوه بخطوه. اغلبيه ديال الناس اللي كيتواصلوا معايا هما كيبغيو، من كلشي انا بروبوزي على الناس هذا الشيء. هادشي كيديروا الناس اللي فاهمين الحياه، اللي عارفين، اللي ذكيين، اللي مهم. وكاين الناس اللي ذكيين ولكن ما كيامنوش بهادشي وما سمعوش به، ولا كيسمعوا به ما مستوعبينش بعض الامور. هادشي علاش ملي تواصلوا معايا ناس قالوا لي تقدري تشرحي لينا تبسطي لنا الامور باش حنا نفهموا فيديو من الاحسن. انا هادشي كنخدمو من سنين وكنخدم خدمات اخرى. اكيد ما كنهضروش عاوتاني على الشركيات وما كنهضروش على داكشي، كنهضروا على العلم. هادشي خصك بزاف ديال الوقت باش تفهم، بزاف ديال الوقت باش تقراه، بزاف ديال كاين شي حوايج علم كتقراهم كديفلوبي راسك فيهم، ولكن كاين شي حوايج داخلين مع هادشي روحانيه. الا ما عندكش يعني الرخصه من العالم الروحاني ما يمكنلكش تعرفهم. هادشي علاش كنقول لكم دائما العلم الروحاني مع العلم، يعني شويه ديال الوعي، شويه ديال القرايه، شويه ديال بزاف الامور كتقدر توصل لنتائج زوينه بزاف. الجهل مع الروحانيات كيديروا الكوارث. انا ما كنخدمش هادشي بزاف، لان اول حاجه طويل، صعيب، قاصح، ما كيتخدمش في اي وقيته. اوليو ما نخدم انا 3 الكشوفات عاديين، يلاه كندير حساب فلكي واحد في هذاك الوقيته.
يعني كيشد الوقت بزاف. دابا غادي نهضروا على الاستفاده. الا عرفتي هذا الشيء وفهمتي الخريطه الفلكيه ديالك والطاقه ديالك، شنو غادي تستافد؟ اول حاجه فهم الذات، يعني كتعمق في شي حوايج، يعني كيفاش كتفكر، يعني كيفاش كتعامل مع الناس، طاقتك شنو خصك دير وشنو اللي خاصك دير وشنو خصك تغير في حياتك. يعني شنو اللي كيريحك، شنو اللي كيقلقك، شنو نقاط قوه ديالك والضعف ديالك. فهمتوا؟ هذه خريطه نفسيه دقيقه مهم، هذه كنتناقشوا فيها كل واحد وشنو عنده. ما كاينش كلشي بحال نناقش معاه كلشي انايا، كل واحد وشنو نقاط الضعف عنده كنناقشهم معاه. وكتستافد الاختيار الطريق المناسب في الحياه. من خلال الخريطه الفلكيه ديالك كتقدر تعرف واش يعني كتصلح للقياده او الفن او المساعده، شنو انواع المشاريع اللي عندك فيها نجاح، شنو هي الفترات الزوينه باش يعني تقدر تبدا في شي خطوه من حياتك، شنو الحوايج اللي خاصك تجنبهم في حياتك، شنو الحوايج اللي غلط، شنو الطريقه كيفاش غتبدل هذا الشيء. علاش انا كنناقش معكم هذا الشيء؟ لان بزاف ديال الناس كيجيو عندي توكسيك، حياتهم واقفه، ما عندهم حتى شي علاقه بالعوارض ولا بالعين ولا بالتابعه ولا عندهم شي حاجه بحال هكا. عندهم مشاكل في الفلك، عندهم مشاكل في الكوكب، تابعين واحد الكوكب مثلا زحل ولا المهم مرونهم خربقهم، ما كيعرفوش يتعاملوا مع طاقتهم. داكشي علاش هما واقفين، داروا بوز، تبلوكاو في الحياه. انا ملي كنناقش معاهم ديما كنقول لكم انا هادشي، انا الشخص ما كنلقى عنده حتى شي حاجه، عنده امور نفسيه او عنده مشاكل في الكوكب ديالو ولا عنده مشاكل في المهم خصو غير واحد الشونجمون، خصو غير واحد موديفيكاسيون غادي تغير حياته الاحسن، ما عنده حتى شي علاقه بالروحانيات. هادشي علاش انا اللي جا عندي كنقول ليه شوف عندك مشاكل نفسيه سير عند الطبيب، ما تبقاش جالس. كاين اللي كنقول ليه انايا عندك مشكل نفسي تقدر تحلو بوحدك، ماشي ضروري تمشي للطبيب وتاخذ دوايات. كاين اللي كنقول ليه عندك مشكل عضوي، عندك مشكل روحاني، عندك مشكل مثلا في الطاقه ديال يعني الفلكيه ديال كل واحد واشنو عنده. وكاين اللي عنده مشاكل اكثر من هذا الشيء، عنده وقف الحال وعنده وما عنده حتى شي علاقه بهذا الشيء كامل، عنده اسرار اخرى ما نقدرش نهضر فيها. غير حاليا اون اتوندون نلقى وقيته مناسبه وتعطاني الاوكي وغناقش معكم شي اسرار، راه عقلكم يتبلوكا، نتوما ما تفهموا حتى شي حاجه، ولكن غيفهموني الناس اللي شاطرين. الوغ نكملوا. شنو غادي تستافد؟ الشفاء الروحي والنفسي، يعني كتعرف منين جاي الالم ديالك، العقد ديالك، التكرار السلبي في الحياه، الكارما، كتفهم جروح الطفوله، العلاقات السامه، شو خصك دير شو ما خصكش دير، كتخدم على الشفاء الداخلي، مثلا كتخرج من دوك الدوائر يعني التكرار والعيش ديالك، شنو المشاكل بالضبط وشنو الحلول بالضبط. راه كاينين شي ناس كيف كنقول لكم عنده مشاكل مع الخدمه اللي مشى ليها، كيتعرض لشي حوايج وعدو داكشي كارما اول حاجه. تاني حاجه عنده داكشي يعني في الطاقه ديالو وارد شي حاجه من الاب مثلا ولا الام مثلا، حيت داكشي اللي كيعيشوه والديك اكيد تعيش داكشي اللي عاشوه ولو غير 50%. ضروري الا ما غيرتيش طاقتك كتبقى تعيش داكشي اللي عندهم. كانوا والديك فقراء كتبقى حتى كتجر داك الكارما ديال الفقر، الطاقه ديال الفقر، وكتبقى اسفل السافلين. ماشي عيب انك تكون فقير، العيب هو انك ما ديرش مجهودات باش تعيش العيش الكريم وتموت عيش الكريم. ما كنهضروش على الغنى، كنهضروا غير على العيش الكريم. فهمتي؟ كاين اللي غير مقاتل مع الوقت وكاين، ولكن انا كنهضر مع واحد الفئه، ما كنهضرش مع واحد الفئه اخرى. نتوما فهمتوا دابا القصد. راه كيف ما كنتي في واحد لونطوغاج ولا واحد الميليو، شنو نقول لكم، ما عرفتش كيفاش نشرحها لكم بالعربيه، المهم واحد المحيط عايشين فيه من والدين، من اسره، من حي مثلا، المهم اي حاجه كتعيش فيها هذيك طاقتك اكيد غتورثها لولادك. ورثتيها ولادك راه شوف هما عاوتاني واش غيفهموا ويقدروا يحلوا هادشي ولا ما يحلوش. كاينين واحد العقد كتكون وارثهم من عند الجده كتورثهم للبنت، والبنت كتورثهم للبنت وانت كتبقى بحال هكاك. بحال مثلا الجده اللي كتقول لك معمر البنت طفروا الا كانت الجده ديالها ما مطفراهش. مثلا الجده عندها مشاكل دي مطلقه شحال من مره، ما كتفاهمش مع الرجال، كيضربها الزوج ديالها، ما عيشاش عيش الكريم. علاش كتلقاي وحده عندها الزهر مع الرجال، كتلقاي الام ديالها طاقتها زوينه مع الرجال، الجده ديالها طاقتها زوينه مع الرجال. فهمتوا؟ هذه طاقه. ولا جيتي تشوفي كتلقاي عندك مشكل مع الراجل بصفه عامه، غتمشي تشوفي علاقه الام والاب ديالك غتلقايها توكسي، كتلقاي كل مشاكل، كتلقاي كل عواقب. راه ما يمكنش. يعني الا لقيتي عاوتاني ترجعي للجده ديالك، غتشوفي علاقتك كيفاش مع الجد ديالك، شحال مره مطلقه، وشنو عاشت شنو ما عاشتش. المهم من هنا كتبدا الحكايه ديال اشنو العرق ديالك. وانا ملي كنبدا كنشوف الام ديالك والجده ديالك والاب ديالك والجده ديالك كذلك ومثال، عاد كنشوفك نتيايا باش كنشوفوا لا السورس ديال المشكل وشنو الحل وشنو هو المشكل اصلا.
وملي كتعرف هذا الشيء هذا كتستغل الطاقه ديالك اليوميه، كتعرف مثلا شنو افضل الايام ديالك، القرارات الراحه ديالك فين كاينه. مثلا كتخدم مع الطاقات الكواكب، مثلا واش القمر واش الزهره واش زحل. ماشي ضدهم، هما راه كاينين شي حوايج خايبه، ولكن انت خصك تعرف كيفاش تخدم ضدها، تكون حاجه ايجابيه. ما تقدرش تخدم هادشي بوحدك، خاص اللي يساعدك، اللي وراك انت بعدا اشنو عندك. واكيد كتولي حتى منسجم مع الكون ديالك ماشي ضد ديالو، كيف شرحت لكم. ومعرفه ديال الفلك ديالك راه ماشي شعوذه ولا خرافه ولا تخربيقه، ولا ماشي ضروري زعما نعرفها ولا. هي كتكون واعي ومعمق بشي امور، كتخرج نفسك، طريقتك، رسالتك. يعني الفلك ديالك كيعاونك باش تكون متوازن وعايش بطاقه صحيحه وصحيه وحقيقيه. كيف شرحت لكم، كاينين الناس دايرين حياتهم دايرين فيها بوز، راه مبلوكين، ما عارفينش اصلا شنو غيديروا. عرفتي بحال داك اعزكم الله العود ولا حمار، ولا عنده داك اللعيبات في الدراجات في عينيه، من هنا ومن هنا كيشوفها القدام، والقدام اصلا تشوف مضبب ما دايرش نضاضر. يعني ما كتقدرش ترجع للور، ما كتشوفش لي كوتي ديالك باش تعرف انت فين وكيفاش تخرج راسك. كتبقى تشوف غير القدام، والقدام كله فلو، ما كتشوف حتى شي حاجه. يعني ما كتشوف قدامك لا لي كوتي ديالك لا اللور، كتبقى غير غادي. من نهار اللي كتعرف شويه من هذا العلم هذا، مثلا كتعرف الايام الروحانيه ديالك، لا دات بالضبط الايام، مثلا واش الخميس الجمعه السبت، المهم اليوم والارقام اللي تقدر. مثلا عندك شي اغراض كتقدر يعني من داك النهار، من خلال داك الايام اللي عندك، واش ديك الحاجه ديرها في داك النهار ولا لا. كاينه عندك واحد الساعه، كل واحد عنده واحد الساعه معينه، واش منحوسه ولا سعيده. يعني لا الا درتي واحد الحاجه في داك الوقيته، واش غطفروا في داك الحاجه ولا لا. الا كان عندك شي حاجه ضروري، شي ورقه، شي خدمه، شي طلقه بشي شخص، شي خطبه، شي اكت، المهم اي حاجه، كنوريك الاوقات اللي غدير فيهم داكشي، والاوقات اللي شي حوايج ضروريه ما ديرهاش في داك الوقيته. سير قلب على وقيته اخرى. هادشي ما غاديش يبان لك في الكشف العادي. الكشف العادي مدقق روحاني، عنده علاقه بالعوارض وبالجن وبزاف د الحوايج، هادشي عنده علاقه بالجن. ولكن هنا كنهضروا على حوايج اعمق من هادشي. وبالنسبه للثمن انا اللي دايره في هادشي، الناس راه كيديروه ب1000 درهم، 1500، داكشي باهظ. انا كيف قلت لكم، باش انا غير نجلس نتكونسونطرا، خاصني واحد الشروط بعدا، ما نخدمش في اي وقيته وماشي اي ساعه. المهم كنتكونسونطرا، خاصني ورقه بيضاء اللي نكتب فيها، اللي نطلق واحد البخور طيب بطبيعه الحال، ماشي داكشي ديال البخورات اللي كتعرفوا. المهم كتجلس فواحد الساعه معينه، كتكونسونطرا، كتخرج داكشي اللي عندك. اذا خاصني انا واحد ساعه ولا ساعه ونص غير باش نعرف نتايا الكاركتير ديالك كيفاش داير، وشنو خصك دير شنو خصك دير. كنكتب داكشي كامل، عاد من بعد كنتناقش انا وياه وكنشرح ليك وكنقول لك يعني هادشي شحال ديال الوقت كياخذ. هادشي علاش انا ما كنفضل ما نديروش بزاف. ولكن انا راه ما كرهتش نجلس ويقول لي شي حد داكشي ديالي، حيت انا ملي عرفت داكشي بطريقتي. ولكن راه احسن حاجه تقدر تعرفها هو شي حد يعرفك بشي حاجه، كتكون واحد اللغز. كيحلوا لك واحد الشخص بواحد الطريقه زوينه، وكيفلسف لك واحد ما عرفتش كيفاش نشرح لك، كيديطاي لك واحد الامور بواحد الطريقه زوينه. كتعيش واحد الجو. راه الناس كيخلصوا الزباب ديال الفلوس باش يعيشوا هادشي وما كيعيشوش. وما كنعطيكش فقط جوج كلمات، راه انا قلت لك كنعطيك مثلا الارقام ديال الحروف ديالك، خصني نعرفهم. كنعرف العلم الكواكب، الاحجار الكريمه اللي خاصك ديرها على حساب البرج الباطني ديالك والكوكب الباطني. ماشي داكشي يعني داكشي الفلكي، ماشي البرج العادي، راه كلشي عنده ابراج، ولكن لا، خاصك تعرف البرج الفلكي اللي حاكمك. راه كاين الناس اللي عندهم برج مثلا مائي ياك، ولكن راه البرج يعني الباطني ديالو ماشي مائي، يقدر يكون ناري كاع. كيقول كيفاش انايا عندي هاد البلوكاج، عندي هاد الشيء وعندي هاد الشيء، ولكن انايا ها انا البرج ديالي كيفاش داير. فهمتي؟ يعني كاينين شي اسرار كتعرفهم ملي كتدخل في هادشي وكتعمق فيه. كتعرف انواع ديال البخورات ديالك المناسبه، الساعه الفلكيه، الاسم ديالك واش هو نحس او سعد، واش تقدر تبدلو. كاين الناس كيقدروا كنبدل لهم الاسماء ديالهم او كنموديفي لهم الاسم ديالهم. كاين الناس اللي كيجوني كيقولوا لي كنلقى الاسم ديال الام منحوس والاسم ديال الجده والاب وكل شيء، وكنحاول انا خصني نخرج لهم الاسم ديال البنت ولا الولد ديالهم ما يكونش اصلا هو نحس هوايا. يعني خاصني على الاقل كنصحوا بعض الامور اللي كتكون هي غلطه، بحال هي كنموديفيو بعض الامور باش تكون هذيك جينيراسيون احسن. والاسم ديالك عنده طاقه يعني كبيره بزاف، كيبقى كيرافقك الحياه ديالك كامله. اذا الا كان الاسم ديالك نحس، راه مصيبه، راه هادشي كيأثر لك على حياتك. وعاد واحد القضيه اخرى ديال مثلا واحد الشخص كيولد مثلا واحد الوليد،
كيفكروا كينوض الاب ولا الام كتقول لك مثلا انا ولي بغيت نسمي على جدي ولا على فلان ولا على عمي ولا على با ولا، كتلقى هذاك الشخص اصلا هو يكون له عوارض، ربما كان كيذبح، ربما عنده مشاكل روحانيه كبيره كيزورك ما كيخلي ما كيدير، او مثلا عنده مشاكل عضويه، مريض جا كونسير جا بزاف الحوايج الله يكتب السلامه، او عنده امراض نفسيه او عقليه مثلا، عنده طاقه الفقر، عنده طاقه المشاكل، شخص منحوس مثلا، مهم كيف ما كان الشخص اي سبب من المشكل ديالو، الشي غير النيه ديال انني نسمي ولدي ولا بنتي بسميه فلان، انت ما عارفش فلان كيفاش عاش حياته، او عارف، والمشكل هو انك تكون عارف، يعني كتحمل المسؤوليه ديال هذيك الطفل، كتحمل المسؤوليه كياخذ الطاقه ديال داك الشخص وهو في غنى عنها وما محتاجهاش وما عارف والو في الحياه، يلاه تزاد عطيتيه شبكه ديال المسؤوليه وديال المشاكل، قلتي لي يلاه هكا حله، هو باقي اصلا طفل. يعني هادو اغلاط كفايه من انك تسمي ولدك على سميه شي واحد اخر، جدك عمك خالك، صافي سمي. كنقلب انا على البرج ديالي، على هادشي راه علم، راه خصني انا ولادي نسميهم اسماء تكون ما منحوساش وطاقيا، واصلا خاصها تكون مستخلصه من الاسماء ديال الام والاب والبرج ديال الام والاب والحروف ديال الام والاب والارقام ديال الام والاب كلاغ. يعني هادشي ما يمكنش لك تعرفه بوحدك الا ما استعنتيش بواحد الشخص، ما عمرك تعرف هادشي. شحال من واحد خارج عليه سميتو، فهمتي، او كنيتو خارج عليه هادشي، ولا سميت امه ولا سميت باه وكتلقى سميت كامل العائله كلها ما هياش. وعاد المشكل هو انك كتلقى تكرار ديال الاسماء في عائله وحده، بنات الخالات عندهم 3 ولا كنلقى شحال من مره كنلقى مسميين 2 ولا 3 ديال البنات ولا ولاد باسم واحد، مثلا نقولوا اسم محمد. محمد بعدا باش تكون سميتك محمد راه خصك بزاف. المهم خاص الاب ديالك يكون واصل بعدا واحد النيفو باش تسمي ديك السميه، وكتلقى مثلا هذا محمد غالي، هذا محمد رضا، هذا محمد فلان، هذا محمد كذا، والعائله كل سميتها محمد. ما فهمتش انايا علاش، حيت جدهم اصلا هو يا ما طفروا حتى شي حاجه الله يغفر ليه ياك. وكنلقى مشكل الشيء لو كان لقى هذاك محمد الجد يعني طاقته زوينه وهادي ما عنديش مشكل، سمي الله يسخر. ولكن باش ان داك الشخص هو اصلا عايش ازمات ومعاناه ومشاكل وضغوطات وبزاف ديال الحوايج خايبين وسلبيه، وكتنوض العائله كلها حيت عزيز عليهم كيسميو، لا شنو ذنبي انايا تسميني واحد الاسم ديال عنده طاقه خايبه. اول حاجه كتعطيها لذاك الولد ولا داك البنت، هذه اول حاجه هي السميه. اختيار ديال الاسماء خصو يكون صحيح ومدقق، ويكون اصلا اسم سعد ما يكونش نحس، لان اوتوماتيكمون كتهزو يعني طاقه سلبيه. بركه غير الوراثه الروحانيه والوراثه ديال الكارمات والوراثه ديال الطاقه السلبيه كتزيدوا تغرقوهم بالاسماء. الله يرضى عليكم اللي باغي يسمي هاد الاسماء يعرف، واللي غادي يتزوج واللي غادي يولد ولا فكروا في هاد القضيه هادي، ما تحملوش ولادكم مسؤوليه ديال شي حوايج هما ما عندهم بها علاقه. وهذا الشيء كامل عاد كتلقى داخل كوكب زحل. صافي كوكب زحل نتوما كتعرفوه مزيان، اللي ما كيعرفوش يدخل يبحث عليه راه مصيبه كحله. فيه حوايج ايجابيين ولكن سلبيات اكثر من الايجابيات. المهم حاولوا الله يرضي عليكم عرفوا راسكم شنو كديروا. كاين الناس اللي ما فراسكمش انهم هما كيختاروا كيشوفوا سورتو الناس اللي كيولدوا مثلا سيزاريان، راه هي كتختار الاسم الصحيح وكتختار لا دات الصحيحه اللي خاصها تولد فيها والوقيته الصحيحه اللي خاصها تولد فيها. الناس راه معمقين ومشاو لشي حوايج وصلوا شي حوايج، وحنايا باقيين ضاربين محمد ولا نسميه محمد شي عيط له حماديك ولا واحد اللي يعيط ليه. حنا ما العقل كيتبلوكا في هادشي. لحقاش هادشي انا كنقول لكم عن تجارب. واحد السيد اصلا انا كنعرفو سميتو محمد، واخدين الاسم ديالو على الجد ديالو، كله مشاكل كله عراقيل واخداوه. هو الام ديالو شلحه ولا ما عرفت شنو، الاب عروبي ماشي عروبي المهم عربي في الاصل ديالو، كاملين عربيه ولله الحمد ونفتخر. انما كاين داك الفرق، العائلات الاخرين كيسميو محمد والاخرين كيسميو محمد والاخرين كاين اللي كيسمي حميد. ومهم هما مضاربين على هذا الشيء وكل واحد كيعيط ليه بسميه. وحقا واحد القضيه اخرى ديال الاسم اللي عايش به راه كيعطيك دور كبير. كاين ناس عندهم اسم اوراق ديالهم لا كارت ناسيونال وداكشي ماشي هو الاسم كاريمون اللي كيعيطوا ليه به الناس. راه حنا ما كنشدوش هذاك الاسم اللي في لا كارت ناسيونال ياك، قليل فاش كنشدوه. كنشوفوا اول حاجه ملي تبغي تعطيني الاسم ديالك بعدا يعني شنو كيعيطوا لك الناس، وعاد نشوفوا الاسم ديالك الحقيقي. وشحال من شخص بدل سميتو ارتاح، شحال من شخص تبدل سميتو شاف ما نقولش لك المعجزات ولكن شاف تغيير في الحياه ديالو. اكيد ما بدلش غير الاسم بوحدو، بدل طاقته بدل بزاف د الحوايج، ولكن الاسم عنده تغيير طاقي.
المشاكل اللي كنلقى انا، كنلقى دراري يلاه ولا بنات يلاه عندهم 5 سنين، يعني الام والاب يلاه تزوجوا يلاه ولدوا وليدات، المفروض انه يكون عندهم اسماء زوينه. كنلقى البنت سميتها فاطمه، بنت يلاه باقا صغيره، او سميتها نعيمه ولا سميتها شي اسماء خاص تكون يعني ماشي غنقول قديمه ولا جديده، خاص هي بعدا تكون غير ما منحوساش والسلام. وحده انا راه تواصلت معايا سميتها خربوعه على سميت جدتها، وانت ما فهمتش السيده عندها في اللاج ديال العشرينات علاش غيسميوك هذا الاسم هذا، علاش شنو كيعني اصلا؟ يعني هذاك الاسم اللي كيجذب طاقه الركود ولا طاقه التاخير. عرفتي اسم فاطمه الا تكرر، ولا فطومه، ولا بالاخص فاطمه الا تكرر في العائله، الجده والبنت ولا الخاله، ولا عرفتي واحد الكارما كتولي خياليه. شي بات القضيه هذه راه تقدر تعيش المعاناه اللي ما يعيشهم حد. بحال مثلا اسم الحسن ولا الحسن ولا شي حاجه، وراوني شي حد اختار كان جالس قال انا حاليا، قال انا غنختار سميت الحسن ولا حسن ولا حتى شي حد، ولكن اغلبيتهم 99.99% كيقول انا غنسمي على قبل عمي خالي جدي عمتي، المهم انايا خصني نسمي على واحد الشخص. اذا هذاك الشخص انا ما عرفتش انا حتى كيفاش انا غنبقى نناقش معاكم، ما فهمتش، ما عرفتش كيفاش غنبقى نناقش. يسمحوا لي انا ماشي معصبه، ولكن بعد مرات كيوقع لي بلوكاج حيت شي حوايج انايا واعيه بهم ما كنعرفش نوصلهم لواحد الشخص ما واعيش بهم، كيفاش غنقنعو كيفاش غنفهموا بعض الامور. كنتلف واحد شويه. دابا بالله عليك ملي غادي تعرف هادشي كامل وغتزيد تعرف يعني النوع ديال الكوكب ديالك اللي كتنتمي ليه، اليوم الافضل، اللون الافضل ديالك، الاعشاب اللي خاصك يعني تبقى تعوم بهم واللي تشربهم، الاماكن اللي خاصك انت تكون كتمشي ليهم. مهم هادشي غيبدل لك بزاف ديال الحوايج. يعني كتشوف التوافق بين الابراج، شكون هما الناس اللي خاصك تعاشرهم، اللي تزوج بهم، اللي تصاحب معاهم، اللي تكون كتنتمي ليهم، والناس اللي خاصك تبعد عليهم. خاصك تعرف واش برج ديالك ذكوري ولا انثوي، الحروف ديالك كيف قلت لكم الكارما. المهم اي حاجه كتعلق بالكواكب خاصك تعرفها. مثلا الاسرار ديال البركه ديالك، شنو خاصك دير باش تكون عندك البركه في المال، هادشي ما تقدرش تعرفه في شي حاجه اخرى. العلاج ديال داكشي مثلا غسل الطاقي، مهم الحل ديال اي حاجه. الاكل اللي خاصك تاكلو والمشروبات اللي خاصك تشربهم باش يعزوا الطاقه ديالك الروحانيه، ياك. شنو مازال اخر، شنو العمل اللي تقدر مثلا تخدم فيه. كاين مثلا اللي باقي يلاه باغي يقرا، مثلا شد الباك وباغي يقرا، انا كنقول ليه شنو على حساب طاقتك، شنو الاختصاصات اللي خصك دير، شنو تقرا شنو ما تقراش، شنو دير شنو ما ديرش. مثلا واحد الشخص باغي يخدم، كنقول لها شنو تخدم، هاد الخدمه اللي غتليق ليك. اكيد الاوراد الخاصه بك، الصوره اللي خاصك تقراها، الدعاء الخاص بك. وكاين الناس كنعطيهم اسم ضروري هذا ماشي سميه عاديه بحال الاسماء ديالنا. كاين اسماء اخرى كنعطيها لهم باش الا غير بينهم وبين راسهم، ماشي ضروري يعيطوا لهم بها الناس، غير بينهم وبين راسهم اقتنعوا بداك الاسم كيشوفوا تغييرات. يعني هذاك اسم روحاني. ومساله اخرى، فاش حطيت الفيديو الاخر ديال القارين، كان دخل عندي واحد الشخص قال لي انا بغيت نعرف الاسم ديال القارين مع ديالي. هذا اكيد ما عندوش العقل، ما نقدرش نقول ليه راه ساهل باش نجبد لي اي اسم من اي واحد جا تواصل معايا اصلا في هادشي، راه نقدر نجبد لك الاسم القارين ديالك عادي جدا وسهل الممتنع. ولكن ها انا قلت لك شنو غتستافد؟ راه نقدر نجبد لك شي راه نخربق لك الكارت ماغ ديالك. ولكن ملي كنعرف واحد الشخص عنده القدره باش انه يتادابط مع شي امور بعقله داكشي، كنقدر ناقش معاه نجبد معاه شي حوايج اللي ما يتخيلهمش. انما شخص اللي عقله فيه الهوى ما كنقدرش انني نتناقش معاه، كنتسد عليه اصلا، لان هذا ناوي اصلا يستحضره وباغي يمشي يدير شي طقوس، باغي يدير. انا ما كنتش نعطيه واحد الاوكي باش يدير مصيبه. اما اي واحد بغى يعرف الاسم القرين ديالو نجبدو ليه، ما عنديش مشكل. انما هادشي خصني نتحمل مسؤوليته. طونك انا ما قادرش نتحمل واحد المسؤوليه، انا في غنى عنها، ما كنقدرش نحملها لواحد الشخص. كاين بعض الناس كيكون عنده واحد الحاجه ما قادرش يديرها، كيلبقها لك انت ديريها مودي حياه عيشي شغلك هذا، كيعطيك شي اوراد كتبداي تواصلي، كتبداي يدخلي في خلوه، يدخلك في شي امور. هو غير عنده كتاب وارثو من عند جدو، كيبقى يقرا عليك داكشي، كيقول لك ديري هادشي وسيري وصافي. فين ما خرجتي شغلك هذاك. انا لا، ما نقدرش ندخلك في شي امور ما عندك ليش تدخلي لا. شحال واحد هو كيبغي يدخلني في شي حوايج ولا يدخل راسو شي حوايج، انا كنقول ستوب، اش دخلك لهادشي. على اي نقدر نكون بعدا وضحت لكم شي امور ولو بسيطه هي باش تفهموا. هادشي هذا راه كيدار مهم جدا لولادك لراسك، تعرف طاقتك. الناس اللي ما عندهمش عارفين راسهم، ما عندهمش عوارض وعندهم عراقيل في الحياه، خصهم يديروا هذا الحساب الفلكي باش يعرفوا شنو عندهم شنو ما عندهمش. كانت شي حاجه تبارك الله، ما كانتش الحمد لله وصافي ونهنيو الوقت. انما نعرف انا كاين في هذه الحياه هذه خصني نجرب بزاف ديال الحوايج، نعرف بزاف ديال الحوايج، انما ما ندخلش في شي حوايج فوق طاقتي وفوق الجهد ديالي وفوق المعرفه ديالي.
وفوق شي حوايج اللي ما خصنيش ندخل ليهم ما ندخلش ليهم. بحال هادشي عادي نعرفوا، يكون عندي حب الاستطلاع، نعرف هادشي، وكاين شي حوايج اكثر من هادشي ما نقدرش ندخل شي حد فيهم. اللي بغى هاد الحساب هذا علاش لا مرحبا، ولكن انا ما كنقدرش نديرو لاي واحد. وكيف قلت لكم انا من الشروط ديالي يعني كندير كشف الاول، يعني عادي كنشوف واش داك الشخص عنده عوارض، كنقول ليه ما نقدرش نديرو لك، سير تعالج بعدا هو الاول. ما عندكش عوارض، الناس اللي ديجا تعالجوا حلوا المشاكل ديالهم داكشي مرحبا بهم. انما ما كنديروش كل نهار، ما كنديروش في اي وقيته. واحد المساله بغيت نتناقش معكم عليها. كان سولوني بزاف ديال الناس كيقولوا لي في الطرطيق ديال الدون، انا كندير 7 ديال الطرطيقات. الماء اكيد كندير الماء ديال الشتا ديال البحر، ديال 7 ديال البيار، المهم ما كنديرش الماء عادي. الدون ضروري كندير الدون ديال البحر. كاين الناس كيديروا غير 3 طرطيقات، كاين اللي كيدير غير طرطيقه واحده وكيدير الاكشن، بحال الناس اللي كيديروا كسروله كيديروها في السطل ديال الماء. شنو كتستنتجوا؟ ان الماء بارد مع الحاجه سخونه وراسها سخون، الرصاص الله يستر كيذوب، يعني اي حاجه يعني كتحطها عليه اكيد غتسمع داك الاصوات. وكاين الناس اكيد انا حضرت لهم كيديروا الملحه الحيه، كيديروا بزاف ديال الامور في هذاك السطل باش يتسمع داك الطرطيق ويتشتت. انا ما مسالياش انني نشتت هذاك الشيء ونبقى نجمع فيه ونبقى مرونه راسي ونصيق ونجمع ونجفف. انا مسالياش، انا عندي خدمه، عندي بزاف ديال الحوايج، وكل واحد الطريقه ديال الخدمه ديالو. كاين اللي كيدير ديك الطريقه غير باش يلتفت الانظار، انا بغينا على داك الشيء. حيت واحد السيده قالت لي هذاك هو الطريقه الصحيحه ديال الدون. حتى شي حد ما عنده الحق يقول الطريقه الصحيحه لشي حد، لان كل واحد وخدمته، كل واحد الطريقه ديالو. كاين اللي كيخدم بالدون عادي، كاين اللي كيكتب فيه، كاين اللي ما كيكتبش فيه، كل واحد وشنو. حتى حد ما عنده الحق يقول كيفاش. وانا ديما كنقول لكم انا ما شغلي في حتى شي واحد، انا كنشوف راسي نكون انا مسلكاني واحد الحاجه ومرتاحه ليها راه كنديرها. المهم هي تكون النتيجه زوينه. واللون ديما كنقول لكم انا راه ماشي علاج، راه ما كيحيدش العوارض ولا السحر ولا شي حاجه، راه غير كيحيد الطاقه السلبيه. الواحد كيخفاف، كيحيد شويه العين، شويه يعني التابعات خطيات، شي حاجه بسيطه، ومع التكرار ديالو كيحيد هذا الشيء. وباش الناس اللي كيقولوا حرام حلال دخلوا بحثوا مزيان وشوفوا اشنو كاين، لانه ماشي حرام. وزائد حاجه اخرى، النيه ديالي في اي حاجه كتسبق وكتغلب. كانت نيتي زوينه راه زوينه، كانت خايبه خايبه. على فكره كاين الناس دابا الزعفران، غير زعفران كماده ها هو حلال ومزيان وداكشي، كاين الناس كيستخدموه في الحرام، كيكتبوا فيه مات، كيكتبوا به مثلا التعويذات، كيكتبوا فيه بزاف د الحوايج. ها هو اللبان الذكر ها هو زوين وبخار طيب وداكشي، الناس كيستحضروا به الجن. الجاوي البيض هو زوين ولكن كيستحضروا به مثلا الجن. العرعار اللي كنقولوا ما كيخلي عرا، كيخدموا به امور سفليه، شي حوايج اللي عندنا حنا عاديه وزوينه وداكشي راه كاينين الناس كيخدموا بها شي حوايج شيطانيه ما طاحش لكم على البال. يعني النيه ديالي وانا شنو باغي نخدم، هذا هو الهدف من هادشي كامل. انا كنخدم غير بطريقه عاديه، واللون كيوصل ليا للسقف، كيحرقني شحال من مره في وجهي في لحمي، كاع الحوايج كاع داروا، الجرده كاع خسرتها. المهم اي بلاصه اللي خدمت فيها انا كنبلبلها فيها. المهم الروينه عندي في كل شيء. وايماجين نعاود ندير داكشي انا ما، وكندير واحد الكونتيتي اللي صغيره باش انا داكشي قد ما درت بزاف قد ما داكشي كيطير ليا. واش انا يا وجهي راه غير من هذاك الدور اللي غنخدمو ولا من اي حاجه؟ ما شايطش عليا نخدم واحد الحاجه بطريقه مناسبه، تكون النتيجه زوينه ومرضيه وانا ما نتاداش. والاكشن والافلام ما عندي ما ندير بهم، انا كنخدم خدمه اللي كتكون عندها ريزولطا. ونرجعوا للموضوع ديالنا. الا عرفتوا نتوما هاد الاسرار هادي، راه هذاك الشيء ما خصو يعرفوا حتى شي واحد، ولو المقربين ديالك ما خصوش يعرفوا الطابع ديالك، حيت شي حوايج كيعرفوهم الناس اللي عارفين لا دات دو نيسونس. لا دات دو نيسونس ديالك ما تعطيها حتى شي حد، تاريخ التسديد يعني ما يعرفوا حتى شي حد، ما نكتبوش في فيسبوك، ما نكتبوش في السوشيال ميديا. كذلك الاسم الام ديالي، الناس اللي بعاد عليا ماشي من العائله ما كاينلاش يعرفوا الاسم الام ديالي. التصويره ديال الام ديالي ما كاينلاش نحطها في السوشيال ميديا. الطاقه ديال التصاور اللي كتخدم خاصها تكون جديده على الاقل 40 يوم. ما كاينلاش انا نبقى نحط تصاوري في يعني في مواقع التواصل الاجتماعي، ما كاينلاش. واخا بالنسبه السحر اللي النيت اللي ما كينوضش الغبره، راه الاسم ديال الام ديالك داكشي راه غير كافي. راه خاص اصلا لا باش تخدم محبه مثلا ولا اي حاجه، واخا داكشي اصلا كنقول لكم ديما اسحار داكشي ما كيتخدمش، ما كنخدموش وما كنبغيش اللي كيخدموا. مهم راه باش تخدم شي حاجه اللي الدق صحيح راه خاص يكون البرج الروحاني ديالك ماشي البرج العادي، ارقام ديالك، الحروف ديالك. الا بغيتي تخدم مثلا حساب علاج ولا كاش ولا شي حاجه، راه داكشي راه كيكون يعني مدقوق. واحد الشخص بغى يدير لك واحد الحاجه ضروري خصو يخدمها في واحد الوقيته. المهم داكشي غير كافي، زعما تصويرتك ولا سميتك ولا غير تصويره بوحدها، راه داكشي عادي اكيد. ولكن انا كنهضر لكم على السحر اللي سحر نيت، السحر اللي ديال 10000 درهم 10 المليون وانت طالعه. وبالله عليك واحد شواف ولا شوافه ولا مهمه قاري مداري كيكسب صنداله وهيدوره ولا حصيره ولا واحد البيت ما نقولش لكم كيفاش داير. واش هاد الشخص هذا غيخدم لك بالفلك؟ واش هو السميه ديالك يتهجاها ماشي قراها؟
ولا ما كيعرفش كيكتبها مفرقه، ولا الحاجه الوحيده اللي كيديرها في هذه الحياه هي كيعرف يكتب بالعربيه. واش هذا غيسحر لك السحور النيت اللي كاين، والسحور ديال 4000 تا هو سحور، والسحور ديال 400 سحور الله يهديكم. والله العظيم كنعرف ناس كيقولوا لي كيمشيو كيسحروا ولا كيديروا محبه ب 4000 ولا المحبه. وحق الله العظيم الا واحد السيده قالت لي 40 درهم، وحده قالت لي 20 درهم باش كدير المحبه. واش المحبه ديال 400 حبه؟ راه كتدخلوا لكم العوارض والشياطين. واش واحد الشخص هو ما كيكسبش القبول، ما كيكسب حتى شي حاجه، ما قاري ما فاهم ما حتى شي حاجه ومسخ، وغادا عندو يخدم لك شي حاجه زوينه. اصلا انت داك الشيء زوين اللي بالنسبه لك انت زوين راه خايب في الاصل. وتا الناس اللي بغاو يديروا السحور بلا تبقاو تضيعوا فلوسكم، راه كتاديو بنادم ولكن راه داك السحور اللي باغي نتوما راه ما كاينش. واغلبيه ديال هذوك الناس اللي كيخدموا راه ما عارفينش اصلا هما شكون عندهم وشنو كيخدم. راه كيخدموا قرا شي حاجه بال على القران الله يستر، ولا دار شي مصيبه جلس في شي خلوه دار شي خلوه كلها وسخ صافي وكيخدم وصافي. المهم اللي دارها كتقضى الغرض وكيفرق وكيدير، ولكن باش خدام ما عارفش اصلا هو. يا ما كيتواصلوا معايا ناس كانوا هما يعني سحاره وكيتواصلوا كيقول لك انا بغيت نتوب، بغيت ندير، بغيت حل، بغيت. كاين اللي كيبغي يعبر طونسي، وكاين اللي بصح مضرور باغي صافي بغي يحبس هادشي. كل واحد وشنو يعني. هادشي راه كامل شنو نقول لكم، رجعوا لطريق الله. راه الدنيا غاده، راه كل واحد جالس حسلامته ما يعرفش راسو امتى تمشي الامانه ديالو عند الله. فوقاش يعني يموت ولا فوقاش يضر ولا اكسيدون ولا اي حاجه الواحد يتشلل ولا تقى والله. وغنعاود نكرر لكم، الروحانيات مع العلم والوعي والقرايه والذكاء كيسكتوا الجنون، سواء في الطريق الرباني ولا الشيطاني. راه كاينين الناس اذكياء وكيطيروا كيقولوا الجنون جلسوا حنا نطيروا في بلاصتكم ياك، وكيخدموا الخيوبه وكيخدموا الشيطاني وكيخدموا التفريق. ولكن علاش وصلوا؟ بالعلم بالقرايه بالذكاء بزاف د الحوايج. واخا داكشي راه وصلوا ربي فوق كلشي، ولكن انا كنلمح لكم غير باش تفهموا يعني الوعي اشنو كيدير. واش واحد قاري العلم الفالك ودوز ستاجات وخلوه وزيارات ومحاكم وخاسر على راسو فلوس باش يوعى باش يفهم حسن طاقته، مشى عند شنو نقول لكم قرا المشاكل النفسيه العضويه الروحانيه تفلسف في الحياه مزيان. يجي واحد غيقول لي جوج كلمات، شوف هادشي كبار من اي حاجه. انا ما كنبغيش نناقش يعني هاد المواضيع هادو، الحمد لله ما كنتباهاش. وديما كنقول لكم انا ما عارفه حتى شي حاجه في هاد العالم، شويه ديال العلم كنعرفوه الحمد لله. وكاين الناس اللي ما عارفين حتى حاجه وكيخرجوا عينيهم. الحمد لله ما فياش جنون العظمه، ما فياش الانا وزعما انا قاري وانا فاعل وانا ما فياش هذاك الشيء ولله الحمد. لان كل واحد عارف راسو شنو كيسوى، وعارف القراد ديالو في العالم الروحاني، وعارف راسو اشنو. الناس بعدا عارفين انه هو شنو كيسوى، شنو النيفو ديالو، عارفين كل شيء الحمد لله وكل شيء واضح. انا كنهضر على هذا الشيء باش نتومايا ملي تبغيو ديروا واحد الخطوه ما غنمشيش انا عند واحد عنده 18 عام غيجبد لي شي حاجه انايا، وهو براسو ما مزقيش ما فاهمش، هو براسو كله عوارض. اشنو غيجبد لي هذا اللي عنده 20 عام؟ شنو غيجبد لي حتى حاجه. الا بغيتي كانت معطيه ليه الدون يطرطق لك الدون مرحبا، شي علاج بسيط شي نطيق شي حاجه. اما من هذا الموضوع ديال يعني العالم الروحاني والشيء اللي طالع في النيفو شويه وداكشي ديال الفلك وهذا، ما كنظنش ان اي واحد عنده 20 عام غادي يجبد هادشي، مع كامل احتراماتي للجميع. وكاينين ناس عندهم يعني اختصاص ديالهم غير في هادشي. تقدر تلقاه عنده 20 عام ومختص في الفلك حيت هادشي قرايه علم. كتخسر فلوس كتفهم ولكن انا كنقول لكم القراد الروحاني هو اللي عليه كل شيء. هادشي ما كنقولش لكم انايا باش تجيو عندي، انا كنوجهكم باش ديروا واحد الحاجه ديروها صحيحه. دائما غير في الكشف العادي كنوجهك كنقول لك ها شنو هادشي ديروا، ها عد من وها شنو يعني. الا ما كان الشخص يعني عنده درايه بشويه القاري شويه فاهم شويه كيعرف اللغات كيفهم دار العالم زار العالم شاف بزاف ديال الحوايج شاف الثقافات، عنده علاقه زوينه مع اليهود، عنده علاقه زوينه مع النصارى سواء الانس والجن، عنده ثقافه عامه في العالم الروحاني والعالم يعني الطاقي هادوك سيروا الله يسخر لكم. واخا يقول لك 1500 درهم سيري عنده. علاش؟ حيت غتعرفي غتفهمي غيكون عندك باجاج. انما شخص ما داريش ما قاريش ما كنقول لكم انا ديما بعدوا الله يجازيكم بالخير. حاولوا تمشيو عند الاشخاص اللي صحاح باش انكم تقضيو الاغراض ديالكم، حيت الجهل هو اللي كيخليكم تمشيو تذبحوا. حيت واحد كون كان قاري وفاهم وعارف بزاف د الحوايج والله ما غيقول لك سير تذبح، ما غيقولهاش لك لحقاش واخا يكون هو كيذبح. شحال من واحد راه كيذبح ولكن ما كيبغيش يغرق ناس اخرين، ولكن جهل من الناس الاخرين ما عندهمش ما مشكل حتى اصلا باقي ما فاهمينش. عند بالهم هذاك هو الحل، هذاك هو الحل. انك عندك مشكل ذبح، عندك عارض ذبح، عندك العين تابعه ذبح، كيقطعوا لك التابعه يقطعوا لك بذبيحه. دابا هادو تناقش معاهم عارض يقطعوا لك بذبيحه، هو ما كيقطعوا حتى حاجه. عندك ملك تقاد معاه بذبيحه.
عندك مشكل، عندي مشكل في المحكمه، وسير سير ذبح غيتفك لك المشكل. وكل شيء اي حاجه كتقولها ليه، تقول لي انا مسطي، تقول لي انا خصني انا تسطيت، انا جيت من برشيد مشيت في 36 غنسير ذبح غتفاجئ. ويلا دابا هادو سير تناقش معاهم. انا هادشي كنقول لكم يعني عن تجربه ديال الناس وسنين، وهادشي علاش كنتناقش معكم كننصحكم سيروا عند الناس اللي شي شويه واعيين ومثقفين، باش انكم كاينين بزاف 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 الناس انا كنتلاقى معاهم في تيك توك وكيطلعوا لي لي باج ديالهم في يوتيوب ما معروفينش، ما كيشوفوهمش الناس، هذوك اللي كيستحقوا البارطاج وكيستحقوا. ولكن الناس كي واعيين كيهضروا معاكم ما كاينش بارطاج، ما كاينش بزاف د الحوايج. كنتمنى ان هذا الفيديو تبارطاجا ويكونوا دي كومونتير زوينين، ونشوف الناس اللي اللي كملوا الفيديو. كتبوا لي كومونتير انا كملت الفيديو، وكون على يقين غتستافد ولو معلومه واحده من هذا الفيديو هذا غادي تستافد. على اي نتمنى نكون خفيفه على قلوبكم، ما نكونش طولت الفيديو. كاينين ناس بزاف كيقولوا لي طولي الفيديوهات، حنا ما كرهناش طوليهم، ولكن صافي هذا هو الحد الاقصى، طولت الفيديوهات بزاف. المهم خليت لكم راحه الله. نتمنى نلقاكم في الفيديو الجاي في احسن الاحوال. اللي بغى شي حاجه يدخل يتواصل معايا. صبروا هاد الوقيته هادي، عادي انكم تازموا داكشي، كاين زحل دابا وكاينين بزاف د الحسابات وكاين مهم روينه. شويه ديال الصبر، الصلاه ديالكم الفجر ما يفوتكمش، الاذكار الاوراد التحصين، والله العظيم ما تقيسكم شي حاجه ابار على هذا الشيء. ديروا دولي بخان بعدا كيف كنقولوا حنايا، يعني كالميو داكشي اللي عندكم اون اتوندون تلقاو الحل والعلاج عند الشخص الصحيح بالطريقه الصحيحه. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. خليتكم من رحمه الله.